وسؤال المسابقة وشروط المسابقة بيقول: بسم الله. والسر لا بالهند ولا بالسند، السر بدرج ستي، الله يرحم ستي. السر بالشام وبهي. حبايب القلب، في جائزة مقدمة من فاعل خير لمسابقة بهي الحلقة. السؤال والشروط رح أقولهم من ضمن الحلقة. ممنوع الطماطم أو البندورة ينضرب بالخلاط. أهلا وسهلا فيكم بأول حلقة من برنامج المطبخ الشامي معي أنا الشيف ياسر. المطبخ الشامي هو كناية لمطبخ دمشق. هل يعتقد بعض الناس أنه هو مو متنوع بمطبخه طهويا وطبخاته على قده، ولكن هذا الكلام غير صحيح. على العكس تماما، المطبخ الدمشقي قوي وقوي جدا، وخصوصا أنه هو بيحتضن الغوطتين، الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، اللي كانوا يغذوا دمشق وريف دمشق بالثمرات والخضروات والمواشي واللحوم، مما خلى هذا المطبخ قوي ولكنه مهمش شوي. خلال شهر رمضان اخترت لكم شوية وصفات من المطبخ الدمشقي، في منا عتيق، في منا قديم، في منا ناس تعرفه وفي ناس ما بتعرفها. وصدقا ما قدرت وافي كل المطبخ الشامي خلال الشهر الكريم، ولكن نسأل الله التوفيق ودعمكم مهم. ويلا نبلش. بسم الله يا كريم. وهي جبنا أواتير الأكلة. أواتير بالشامي يعني غراض الأكلة كتير بسيطة. الخضرة من عند أب مرزوق، والتمر الهندي من در الستة. وبسم الله. شوية دهنة بدي إياهم. هلا هدول الدهنات امتهم بدي إياهم بآخر الطبخة. هلا بدي أتبل شوية فلفل وملح ومندور هون على السحر. هذا هو، لا مانع من 7 بهارات أو بهارات حلبية إذا بدكم كمان بتطلع طيبة. بس هيك. هلا بندعك، وهي حلاوة اللحم أصلا ملح وفلفل. بسم الله. طبعا اللحمة هاي دهنتها شوي لازم تكون ظاهرة. هلا بحط ورق نايلون ومعي شوية مي بالإيدي وبلش شكل الكباب. فيكم تعملوه هيك بهي الطريقة مثل الكباب اللي على السيخ مثلا، بس صغير، وفيكم تعملوه بهي الطريقة تبصموه تبصيم. أنا بفضل هي الطريقة، يطلع شكله حلو على التسوية. هلا طبعا اللحمة أنا بحب هون دهنتها زيادة، تعطي طعم طيب بهي الأكلة، وهي لازم يكون شوي دهنتها عالية. بهي الطريقة بضغط هيك وتتشكل معي. زمان أهل أول كانوا يحطوا صنوبر بقلب هي اللحمة يدعكوها مع اللحمة أيام الخير. هلا عم يكتفوا على الوش، وفي ناس يا حصرتي لا عم تحط صنوبر ولا عم تحط لحمة حتى. الله يكون بعون الناس، قولوا آمين. وهلا بغطيهم وبشيلهم على البراد يشدوا شوي بين ما نكمل الوصفة. حبايب القلب، بهي الوصفة ممنوع الطماطم أو البندورة ينضرب بالخلاط، ممنوع يتفرم بماكينة اللحمة، وممنوع ينبشر على البشارة أو المبشرة. هي الأكلة بالذات بدها طريقة معينة لناخد نكهة الطماطم أو البندورة بالطريقة الصحيحة، لأنه اعتمادنا فيها على البندورة. هلا بداية لازم نعمل البندورة بهي الطريقة. أنا خليت هدول لورجيكم كيف، هيك إشارة زائد. صدقوني بهي الطريقة رح تختلف معكم الطبخة كليا لسببين. السبب الأول اللي هي بتخفف
حموضة اللي بتضايق من البندورة المطبوخة، والسبب الثاني هي بتطول بعمر الوصفة عندكم في الثلاجة. بالنسبة للبندورة صارت جاهزة، بنجيب معلقة عصام اللي أخذتها من ريال، وبنحط البندورة دغري بمي باردة. ممكن في ناس تقول بنقطعها على السكين وبنقشرها بالسكين، وليش هالتعقيدات؟ صدقوني يا جماعة عم بعطيكم تشغيل يكون صح 100%، وخصوصا اللي بيعاني من الكولون أو من الحرقة. هاي الطريقة جدا هتخفف آلام الحرقة. هلأ القصة كلها بقالب التمر هندي اللي هاخد منه شقفة. أول شيء فينا ننقعه بمي، وفينا نغليه على النار، وبعدين نصفيه ونكمل طبختها. سر هاي الأكلة بالتمر هندي، كتير ناس ما بتحط تمر هندي للكباب هندي، وهذا هو سبب التسمية، إنما الأكلة هي شامية بامتياز. هلأ رح أضيف شوية مي وحطهم على النار يغلوا شوي بين ما أخلص وأجهز طبختي. هلأ مباشر بقشر الطماطم أو البندورة. سامحوني على اللغو، أنا عايش بمصر ومن فترة كتيرة ما بقول غير طماطم، لهيك بقول بندورة وبقول طماطم. شايفين كيف حبايب قلبي؟ ما بدي اياها مهرية، بدي اياها تتقشر لأنه بدي أقطعها بطريقة معينة. وهلا يا حبايب بنشيل هي الطريقة، لأنه ما عاد بدنا إياها، نحن خليناها بس مشان نحافظ على قوام البندورة أثناء المي السخنة. هلا قشرت البصل ورا الكواليس، لأنه يمكن أنا الشيف الوحيد اللي بيبكي من البصل. كمان يا جماعة موضوع البصل بهي الأكلة مختلف عن الكواج تتحمل بصل كتير. هاي الأكلة البصل نسبة وتناسب فيها. هلأ التقطيع كيف ما بدكم قطعوها، أنا برغبها شوي ناعمة بالأكلة، هي مفروض تكون خشنة شوي مو جوليان، بس بهي الطريقة أنا هقطعها. بالنسبة للفليفلة اختياري، يعني أنا شوفها اختياري، هي مو من أصل الأكلة، فيكم تحطوها حدة أو حلوة، ولكن صدقا طيبة مع هي الأكلة. أي أكلة فيها بندورة الفليفلة سبحان الله طيبة معها، سواء بالطبخ أو جنبها، مثل الكواج، مثل مدومة البندورة، أو الكباب هندي، أو مثلا داود باشا. وهي الفرق يا جماعة اللي الناس بتوقع بهي المشكلة، الداود باشا شيء والكباب هندي شيء آخر، حتى بطريقة الطهي روم اجتماع المكونين نفسهم. بسم الله. هي الأكلة في ذكرى بيني وبينها حلوة بنفس الوقت أليمة. هي الأكلة كانت عشقه لوالدي الله يرحمه، ويوم اللي توفى أنا كنت طابخ هي الأكلة في المطعم. سبحان الله. هلأ أنا نقطعهم بهي الطريقة حبايبي بشكل عشوائي، ما في مشكلة، لأنه هيك بدي أطبخهم ويتعقدوا على النار. أنا بطبخهم بالفرن، وصدقا لوقت طويل بطبخهم، والناس بتستغرب، ولكن هي الأكلة بالذات كل ما تعقدت بالفرن كل ما طابت، كل ما تعقدت كل ما طابت. هي احفظوها وسجلوها ورجعوا اعملوها ورجعوا قولوا لي انه فعلا عملناها على طريقتك وكانت 100 لاني انا هي الاكله بالذات متاكد منها، قلت لكم معي دكتوراه فيها. وهلا صار وقت التخليط. هي الاكله انا بعملها على البارد، يعني هي بصل اللي عملناه والفليفله. الفليفله انه اختياري، فلفل اسود، ملح، فيكم تعطوها دبس بندورة، هي اختياري حسب ما بتختاروا انتو. وهي رشة سكر تقريبا معلقة مشان توازن الحموضة وما تعمل حموضة.
وبرجع اقلب انه البندورة كلها من تحت. هلا اختياري حبايب القلب، هي انا بستخدمها اسنان توم سليمة مثل ما هي، ترفع معكم طعم الأكلة. هلا سبب تسمية الأكلة وسر الأكلة ونكهة الأكلة هون، هذا التمر عندي اللي نقعته هلا صفيته، رح احطه بسم الله ما شاء الله. وهلا وقت الطبخ، أنا شخصيا كتير بعشق بطبخها بالفرن وكتير بتطلع طيبة. معي هون صينية بتفوت على الفرن وحلاوتها إنه إلها غطا مشان تحكم مزبوط. وانتو إذا مو متوفرة عندكم ممكن تحطوا ورق زبدة وورق ألمنيوم وتدخلوها على الفرن. بسم الله. هلا بدنا نرص اللحمة. وسؤال المسابقة وشروط المسابقة بيقول في مكون أساسي وأنا داخل بأواتير الأكلة ما كان موجود وهو مكون أساسي، شو هو؟ الشروط: مشاركة ل3 من أصدقائك تعمل لهم تاغات، والمستفيد حصرا بده يكون في سوريا، حتى لو انت برا ممكن تبعت له اياها على سوريا وتتواصل معنا. بسم الله. شوفوا لي هالرصة يا حبايب. هلا لا مانع انه نعطيها رشة ابهار على الوش، كتير بتطلع طيبة. وهلا يا حبايب على الفرن، مو انتو الصينية، انا بدخلها على الفرن ساعة، ساعة وربع، ساعة وثلث. لا تستغربوا، كل ما تعقدت هاي الأكلة وانطبخت وخصوصا بهاي الطريقة نية صدقا تصير أطيب وأطيب. يعني في ناس بتنسف البصل لوحده، البندورة، وبتشوي اللحمة لحالها، ضيع الموضوع. هدول لازم تشرب من بعضها، اللحمة من البندورة من البصل، وترجع تطبخ حالها بحالها. هي مو داود باشا، هي كباب هندي. وهلا على الفرن متذكرين هدول الدهن اللي خليناهم. هلا هحط مقلاية وسمنة بسم الله، وانزل بالدهنة بسم الله. وهلا رح انزل باللوز على الدهنة والسمنة. كان بودي اجيب لكم سنوبر. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدلوعة طلعت لك. هلا شو بدي ساوي يا حبايبي؟ بسم الله. شايفين؟ هلا رح ادخلها تاخذ وش وبنفس الوقت اللوز يتحمص معها. وصلت الغالية يا جماعة، وصلت الغالية. شوفوا لي على هذا المنظر بسم الله ما شاء الله. قسما بالله الريحة يعني على الأول. الأولاد عندي بيحبوا مع الأكلة الرز البسمتي الأبيض. أيام زمان الله يرحم الوالد كان يبعتنا عند خبز التنور أو على الفرن التنور، نتناول كم رغيف تنور وننزل على الأكلة. الله يرحم هذيك الأيام، ما في هلا تنور. بسم الله. دعوة صالحة من قلبكم، ولا تنسوا تشاركونا آرائكم وأسراركم بهي الطبخة. وسلام.